30 درهم البياسه. راه كتطلع الفوق، خصني بحال هذا الخوت ولا اكبر من هذا ان شاء الله. اللي كيتفرج في هذا الفيديو يدير لايك وسبسكرايب. بارك الله عليك. 1000 متابع. الله يحفظك. يلا باي باي سلامه. السلام عليكم الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد، مرحبا بكم في فلوق جديد، مرحبا بكم في نهار جديد. اتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم تتمه ديال السلسله ديالنا، باقي لينا امسوان، ولكن الصراحه الا قدرنا نمشيو ليه غنمشيو ليه، ما قدرناش غادي نخليوه حتى المره الجايه ان شاء الله. البحر اللي هو راه غادي يبان لكم القريه الملونه اللي هي اغروض. خليكم معنا باش نديروا واحد استكشاف صغير على هاد القريه هذه اللي هي اغروض. تقريبا راه كاين اغروض واحد واغروض جوج، وتقريبا راه ملاصقين، اغروض واحد وجوج راه ملاصقين. انا جيت لهاد الدخله الاخرانيه ديال اغروض، ها هي القريه الملونه. الدخله ديال اغروض راه كاينه لهيها اغروض واحد عدا اغروض جوج. هذا غندخل الباركين موطور شي بلاصه هنايا ونستكشفوا هاد القريه الجميله. مرحبا بكم معايا في حلقة جديدة من سلسلة شواطئ نواحي أكادير. اليوم الرحلة ديالنا غادي توقف في واحد الوجهة مختلفة بزاف. هاد الوجهة ماشي غير شاطئ، ولكن تجربة كاملة كتجمع بين البحر والطبيعة وحتى الفن. أغروض عندها جوج شواطئ مشهورين، أغروض واحد وأغروض جوج، بجوجهم معروفين. أصدقاء دابا يلا غادي نهبط للبحر. تقولبت اليوم ما جبتش الحوايج باش نعوم صراحه، تقولي سانك سانك. البحر عامر شويه، كاين شويه البشر، ما ظنيتش غادي نلقى عامر بحال هكا، ولكن غادي نصوروا الفيديو ديالنا ونتحركوا كاع في الهبطات ديال البحر. كتلقى بحال هاد المسارات هادو دايرين ليك هاد البلاكيطات، تهبط منهم صراحه زوينين، كيديوك كتمشى مرتاح، زوينين. اجواء هنا خياليه زوينه. غادي نمشي نضرب واحد الطويره لهيه ونرجع للبلاصه. القريه هي فين خليتها، غادي نمشي لهيه نضرب واحد الطوره لهيه ونرجع ليها. خوت ما بغيتش ندخل لداخل حيت كاينين الناس هنا يعني هذا البحر هذا بزاف على البحوره اللي شفت، هذا عائلي بزاف، 100%، يعني فيه العائلات بزاف. كيفاش ما بغيتش نقرب، راه كيبان لكم من البحر، بغيت نقرب. الناس كاينين بزاف تما، واخا شهر 9 بنادم باقي مصيف. انا غادي نضرب دويره نطلع للقريه نشوفها. في هذا البحر هذا من الاحسن يعني الا غتجي بوحدك خاصك تجيب معاك ماكله ديالك. الا غتجي مع العائله راه اصلا عائلي، تجيبوا الماكله ديالكم. جيت لهاد القنيته هادي ندير لكم جوله خفيفه هنايا ونتحرك ان شاء الله. البلاصه هادي غادي نمشي حداها، الا جيتي راه تقدر تبلاص الطوموبيله غير الفوق. هاد البلاصه زوينه، الا كنتي باغي تبعد على ديك البلاصه فين كاينه القريه الملونه وباغي تبعد على البشر واحد شويه، تقدر تجي لهاد القنت الاخر ديال البحر هنايا. ولكن كنظن خاصك البلاصه تنقيها، حيت البلاصه عامره شويه بالقراعي والزبل. تنقيها عاد تجلس فيها. غادي نشوف لهيه، بانوا لي شي بلايص عاوتاني زوينين نشوفهم. هاد البلاصه زوينه، غير ما عرفت واش كيجي ليها البحر ولا لا، كيطلع ليها البحر في العشيه ولا لا، ما عرفتش الصراحه. غالبا كيجي الماء لهنايا، غالبا كاين الاثر ديال الماء، وقيله واش بالليل ولا بالعشيه الله اعلم. بلاصه زوينه الصراحه، دار بحر. غادي نطلع الفوق عاوتاني نشوف شي تا لهيه فين كيصيدوا الدراري، عاد نرجع. خوت جيت لواحد البلاصه هنايا، البلاصه عرفتي راهي لا تحت. مشاو الفلوقات، سمعوا الحجر، يا سلام. شي ناس كيصايبوا هنايا الاخوان. البحر فيه بنادم شويه،
كما كيبان لكم الخوت كاينين الناس شويه، واني غالبا كيكونوا العائلات. جيت دابا باش نضرب دوره في هذه القريه الملونه، بارطاجي معكم الاجواء كيفاش دايره تما، ونمشي نتحرك. هنا راه كاينه واحد البلاصه كيتصوروا فيها الناس. خاطر طلعت دابا للفوق هاد القريه الملونه، كيبان لك البحر هنا. سلام. هنا راه دايرين لك الجليسات هنايا والالعاب ديال الدراري. لكن المفاجأة الكبيرة في هذه المنطقة هي القرية الملونة، قرية صغيرة ولكن متفردة. البيوت ديالها كلها مرسومة ومزوقة بألوان ورسومات فنية. هذا المشروع داروه فنانين محليين ومتطوعين باش يعطيو روح جديدة لهذه القرية، واليوم ولات من أحسن مناطق سياحية مهمة، وأي واحد كيمشي لأغروض خاصو يوقف هنا وياخد صورة تذكارية. هاد الوجهة كتشجعك على الاكتشاف، الراحة وحتى الإبداع. وإلا كنتي كتشوف هاد الفيديو من بعيد ثق بيا أغروض تستاهل تكون في القائمة ديالك في الرحلة ديال الصيف. الخوت ما كتسخاش بهاد البلاصه هادي اللي كتخرج منها. هبطت من الفوق مشيت صورت. صراحه ديك القريه ما كتسخاش انك تخرج منها الصراحه. كاين جليسات هنايا والبحر قدامك. صراحه هادشي زوين، هاد البحر زوين. نجمع معكم شويه الخوت. بالنسبه للفيديو اللي لحت مؤخرا في ايمي والدار، ما عرفتش كاع الناس اللي تفرجوا فيه لا في الفيسبوك راه في تفرجت فيه شي 1000، واليوتيوب تفرجت فيه شي 100 وشي حاجه. ما عرفتش هاد الناس كاملين واش كاينين في اكادير ولا ما كاينينش. المهم الفيديو راه قلت فيه باللي راه كاين السورف في ايمي والدار، والسورف ما كاينش في ايمي والدار، وبنصلح هذا الغلط هذا باش ما يشوفوش الواحد. واصلا الفيديو كاع ما بان فيه شي حاجه ديال الصوف، كاع ما بانت فيه شي حاجه ديال الصوف. وغادي نختموا هذه السلسله هذه هنايا. الا قدرت نمشي لإمسوان راه غادي نمشي ليها السيمانه الجايه، ما قدرتش غادي نساليو السلسله ديالنا هنايا ونبداو الفيديوهات جداد وتجارب جداد ان شاء الله. نتمنى ان الفيديو يعجبكم، نشوفكم في الفيديو الجاي.